هي ألمانيا اتحسدت ولا ايه؟ ايه اللي بيحصل اليومين دول في ألمانيا؟ نفس شبكة المواصلات من 8 9 10 سنين في ألمانيا كانت عظمة، تظبط ساعتك على ميعاد الأتوبيس وميعاد القطر. من 8 سنين تقريبا كنت واقف مستني الخط بتاع الترام، ولسبب ما حصل عطل في الخط او في مشكلة في الخط، الترام ما كانش هيجي. كتبوا على الشاشات يا جماعة الترام مش جاي. وفي نفس الوقت اللي المفروض الترام كان يجي فيه، لقيت شبكة تكاسي نازله في الشارع وهوب هوب 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 ورا بعض، وكل تاكسي منهم معلق ورقه برقم 7 اللي هو رقم الترام، عشان الناس تركب التاكسي وتروح المكان اللي هم رايحينه. التاكسي بيمشي على نفس الخط بتاع الترام. انت شايف الحلاوه؟ يعني هو مش لقى ان الخط بتاع الترام مش شغال فقال لك لا خلاص انا الناس تتصرف بقى تروح تركب لا اي مواصله ثانيه، لا ابدا، ده نزل شبكه التكاسي خلاها تمشي عشان توصل الناس وحالهم ما يوقفش. ده من 8 سنين. النهارده شبكه المواصلات في مدن كتير في المانيا بقت عباره عن نكته دمها تقيل. تعال احكي لك. الفترة الأخيرة أنا بدأت أحاول أروح على المدن الصغيرة أكتر، أعيش في المدينة الصغيرة وأروح منها على المدينة الكبيرة، وبدأت ألاحظ إن شبكة المواصلات بقت بيحصل فيها أخطاء غريبة. مثلا لسه من يومين الأتوبيس جه قبل الميعاد بتاعه ب4 دقايق ومشي. فلما انا رحت على الميعاد بتاعي، انا رايح قبل الميعاد بتاعي ب3 دقايق وشايفه ان هو معدي ماشي رايح على المحطه اللي بعديها، فهو جه 4 دقايق بدري. في واحد يقول لي 4 دقايق بدري انت بتهزر؟ اللي عايش في المانيا هيفهم انا بتكلم على ايه، لانك انت ممكن تبقى هتركب مواصله وبعديها هتنزل بدقيقتين هتركب مواصله تانية، فانت مظبط كل حاجه ايه بالثانيه. سيبك ان اللي بيجي بدري وبيمشي دي مش مشكله، لكن في اللي بيجي متاخر مثلا 10 دقايق، واحد اتاخر 10 خلاص تلاقيه حصل له ظرف ولا حاجه اتاخر. ماشي يا سيدي، ما عنديش مشكله في اللي بيتاخر، مع ان المانيا عمرها ما كان بيحصل فيها كده وكان دايما المواصلات بتيجي في ميعادها. بس هقول لك ماشي، اللي مش مقبول بالنسبه لي فكره ان انا افضل واقف في الشارع ساعه، 3 4 اتوبيسات كانوا المفروض يجوا على مدار الساعه ولا واحد منهم يجي. دي حاجه غريبه جدا بالنسبه لي، ودي حاجه المفروض ما بتحصلش في المانيا، فازاي بدات تحصل الفتره دي؟ هقول لك حاجه اكتر من كده، يعني اللي هي بقى الحاجات الايه، الحاجات الخفيفه دي اللي هي الحاجات الادميه. رايح اركب المواصلات من كام يوم، وقفت في المحطه وفي بتاع 4 5 واقفين معايا في المحطه، وببص في الساعه اتوبيس ما جاش، مستني الاتوبيس اللي بعده ما جاش، والناس عمالين يكلموا بعض هو في ايه الاتوبيسات ما بقتش بتيجي زي الاول ليه وبتاع. قعدنا حوالي ساعه الا ربع قاعدين في المحطه وما فيش اي اتوبيسات بتيجي. وصدفة كان هناك رجل ماشي كده من جنبنا قال لنا يا جماعة انتوا واقفين هنا ليه؟ ده المحطة اتغيرت بقت هناك. قلنا له ايه؟ المحطة اتغيرت بقت هناك، امشي كده والخط اللي هناك ده وبعديها خش شمال هتلاقي المحطة. فاحنا قعدنا نبص لبعض اللي هو احنا ما حدش قال ان المحطة اتغيرت، ما فيش اي علامة بتقول ان المحطة اتغيرت، مش مكتوب على اي شاشة ولا اي ورقة ملزوقة ولا اي حاجة بتقول ان المحطة اتغيرت. المهم زي كتاكيت كده مشينا ورحنا ايه نشوف المحطة الجديدة دي، فلقينا ان هم فعلا نقلوا مكان المحطة لسبب او لاخر يعني، وحاطين رصيفين كده في وش بعض، رصيف قدام ورصيف ورا. فانا بصيت لقيت اليوفط متعلقه على الرصيف الشمال، فانا المفروض هركب من الشمال ورقم الاتوبيس مكتوب. وقفت على الرصيف الشمال، لقيت الاتوبيس جه عند الرصيف اليمين ووقف. فانا هنكت هو طب هو هيجي يقف عندي؟ يا لهوي لو جه ما وقفش عندي. فقمت جريت من وسط الشارع انا واربعه خمسه كانوا معايا ورحنا ركبناه من الناحيه التانية، وقام لف وما وقفش فعلا في المحطه وكمل ومشي. ايه العبث اللي بيحصل ده؟ هقول لك على موقف تاني. كنت في كولن، مدينه كولن الالمانيه، كنت في كولن وانا هناك راكب الترام، وكنا في عز الصيف. ودي من احد المشاكل اللي موجوده في شبكه المواصلات، ان شبكه المواصلات غير مهيئه للصيف الحر، هي مهيئه بس للشتاء، لكن الصيف غير مهيئ. فانت تبقى راكب شبكه المواصلات، راكب الاتوبيس الترام بغض النظر كانك قاعد في فرن متنقل، راكبين في الفرن المتنقل ده ويعني الناس بتموت جوه، ومره واحده لقيناه وقف. ايه يا جماعه؟ قام قال يا جماعه في مشكله، الخط الترام اللي قدامي اتاخر فوقف فحصل فسوى فهنستنى شويه. قعدنا حوالي تلت ساعه، يعني ما بين ربع ساعه وتلت ساعه قاعدين، الناس مش قادره. فالناس طلعت عند السواق وقعدت تخبط له، قالت له يعني احنا مش هنقدر، واحنا ده ترام في نص الشارع وفي شارع يمين وفي شارع شمال. قالوا لا احنا مش هنقدر والدنيا حر وبتاع واحنا عايزين ننزل ورانا مشاغل ومش عارف ايه. في نص الشارع في المانيا الترام فتح البيبان بتاعته، واحنا نزلنا زي الكتاكيت في الشارع بنجري وسط الشارع عشان نروح على الرصيف التاني عشان نشوف ايه هي المواصله التانيه اللي احنا هنروحها، عشان المواصله اللي احنا فيها دي حصل فيها المشكله اللي حصلت. دي حاجات عمرها ما كانت بتحصل. انا عايش في المانيا بقالي سنين وعمري في حياتي ما شفت الحاجات دي بتحصل بالصوره اللي هي بتحصل بيها دلوقتي. الاكتر من كده، ماشي في السوبر ماركت سمعت في الراديو بيقولوا ان التذكره بتاعت 49 يورو عامله ضجه في المانيا ودي نجاح باهر لالمانيا،
وانا يا سيدي اعترف اعتراف يعني الحق يقال انه فعلا التذكره دي حلوه جدا، ب 49 يورو بتلف المانيا وبتروح في اي مكان انت عايزه، بتوفر فلوس كتير جدا، عمليه جدا كويسه جدا. بس هل وهم بيعملوا التذكره ما جاش في دماغهم ان في اكتر من مليون بني ادم هيسجل؟ اكيد جه في دماغهم. ليه بقى؟ في مشاكل في السيستم، انا دي حاجه برضو مش فاهمها. اللي حصل ان انا كنت مشترك في التذكره وكنت مسافر، جالي سفريه يعني حاجه خارجه عن ارادتي، فاتصلت بيهم وقلت لهم يا جماعه معلش عايز الغي التذكره. قال لي الغيها اونلاين. لغيتها اونلاين وسافرت شهرين، والشهرين الفلوس بتتخصم من الحساب بتاعي. فلما رجعت اتصلت بيهم قلت لهم يا جماعه انتوا خصمتوا مني شهرين وانا مش موجود. قال لي لا اصل انت في ديدلاين معين انت لازم بتلغي عليه التذكره، فانت عديت الديدلاين ده، فبناء عليه خلاص اتغرمت شهر زياده. قلت له ايوه الشهر اللي بعده بقى اتخصم مني ليه؟ قال لي لا دي غلط في السيستم. قلت له طيب خلاص مفيش مشكله، رجعوا لي الفلوس وانا عايز اشترك بقى في التذكره تاني لان انا رجعت خلاص. قالوا لي طيب حاضر. وجيت بقى ان انا اشترك في التذكره الجديده، حصل مشكله في السيستم، دفعت الفلوس او الفلوس المفروض ان هي تكون اتدفعت او هيتحجز عليها، وبعتوا لي ايميل انه في مشكله فمش هتعرف تحجزها. فاتصلت بخدمه العملاء، قعدت كتير بكلم خدمه العملاء ما بيردوش عليا. يعني انا يمكن حته لما قلتهاش في الاول ان انا عشان اوصل لبتاع خدمه العملاء ده انا ممكن قعدت اسبوع كامل بتصل كل يوم ما حدش بيرد، وببعت لهم ايميلات ما حدش بيرد. المهم وصلت تاني خدمه عملاء وحكيت لهم اللي حصل. قالوا لي بص هو في مشكله في حجز الفلوس والتيكت القديمه والتيكت الجديده واحنا مش عارفين ومش عارف ايه. انزل روح المحطه قول لهم انا عايز اشتري التذكره اللي هي ابو سوفورت دلوقتي حالا، هيدوك التذكره هتدفع وانت واقف وتاخد التذكره. 100 حاضر. نزلت رحت المحطه، دخلت الموظفه قلت لها اللي حصل، قالت لي لا ممنوع اصلا ان انت تاخد التذكره من هنا. قلت لها ايوه بس انا لسه قافل مع الكول سنتر والكول سنتر قالوا لي ان انا انزل هنا عشان اخد. قالت لي ممنوع، في ما بتفهمش الماني، ممنوع ما فيش. فانا قلت لها لا هي والاماره قالت لي اسم التذكره كذا كذا. قامت بصت لصاحبتها كده اللي هو قفشني عارف اسم التذكره. قالت لي طب وليه بقى انت عايز تعمل كده؟ ما تحجزها انت بنفسك. قلت لها ما هو انا بقول لحضرتك ان هو في مشكله في الحجز وبناء على كده هم قالوا لي ان انا اجي هنا. قالت لي لا احجزها لنفسك. قلت لها ما هو حضرتك هم قالوا لي اجي هنا. وبعد كده طلعت لها الايميل اللي مكتوب فيه ان في مشكله في الحجز. فاول ما شافت الايميل قالت لي طيب ماشي بس خلي بالك ده تذكره بتشترك فيها، ده ابو يعني ده اشتراك، مش ان انت تيجي شهر وتقفل تلغي التذكره، مع ان اصلا مكتوب في التذكره ان انت من حقك ان انت تلغي الاشتراك اي شهر، بس بغض النظر خلي بالك. قلت لها ماشي اوكي يعني ما يعني نخلص بقى. فضلت برضو عماله كل شويه تعمل وتبص لي وتقوم لحد ما في الاخر خلصت التذكره. وانا خارج من على الباب، ما انا ما كنتش مركز وانا داخل يعني، وانا خارج من على الباب لقيت في ورقه كبيره قوي متعلقه مكتوب ان انت لو عايز تيجي تعمل التذكره من هنا تعالى اعملها. ليه بقى كل ده يعني؟ ليه اللفه دي؟ الموضوع اسهل من كده. طبعا في مدن موجوده في المانيا لسه الموضوع فيها ماشي بالمسطره وكل حاجه متظبطه، بس بلد بقوه المانيا هبقى متخيل ان الخدمات اللي موجوده فيها على المدن الكبيره زيها هي بالظبط على المدن الصغيره. مش هبقى متخيل ان في فروقات كبيره قوي كده ما بين المدينه ومدينه. دي حاجه انا مش عارف استوعبها لسه. وقبل صياح المنبطحين مرة أخرى في الكومنتات، يا جماعة أنا مش بذم في ألمانيا، لكن دي صورة معينة لازم توصل لأي حد بيتفرج هيجي ألمانيا يشوف إن هي فيها مميزات حلوة قوي، ويشوف إن هي فيها عيوب زيها زي أي بلد موجودة في الدنيا. قول لنا في التعليقات إيه المدينة اللي أنت ساكن فيها، وهل شبكة المواصلات عندك كويسة جدا ولا أي كلام؟ أي حد عايز أي مساعدة في أي حاجة ليها علاقة بألمانيا يقول لي، وكالعادة ادعوا لي.